بيبدأ الفيلم ببنت اسمها سيدي وهي رايحة السوق وتكون عاوزة تشتري نبات عشان تحطه في بيتها. وفي السوق بنشوف واحد اسمه كول وبيكون شغال في محل بيع نباتات الزينة، وبنعرف انه كول مهتم جدا بالزراعة وعلومها، وده غير انه بيشتغل مزارع مع ابوه في المزرعة بتاعتهم. وفي الوقت ده بيكون كول لسه منفصل عن حبيبته قريب، وبنعرف انها سابته عشان حست انه مدلوق عليها واهتمامه بيها كان زايد عن اللزوم، فده خنقها وخلاها تسيبه. وفي الوقت ده سيدي بتروح للمحل بتاعه وبتحصل بينهم نظرات إعجاب متبادلة من أول ما بيشوفوا بعض، فبتطلب منه سيدي يديها نوع نباتات ما تكونش بتحتاج لرعاية أو اهتمام كبير، وبيتعصب كول عليها لأنه بيحس إن هي هتاخد الزرع تهمل فيه ويموت الزرع، وخصوصا إن كول بيحب النباتات جدا وصعب يوافق يبيع لها نباتات ويسيبها تموت، وبيتخانقوا الاتنين مع بعض وسيدي بتسيبه وتمشي. فبيحس بعدها كول إنه زودها شوية معاه، وبيقرر يروح وراها ويعتذر لها، وسيدي بتقبل اعتذاره، وبياخد كول سيدي معاه ويتمشوا شوية مع بعض وبيتكلموا سوا عشان يعرفوا بعض أكتر. وبيعرف كول إنها شغالة خبيرة لوحات فنية وبتسافر بره البلد كتير بحكم شغلها، على عكسه هو اللي عمره ما سافر بره البلد. وبيقول لسيدي إنه درس علوم زراعة، وبيقول لسيدي برضه إنه بيشتغل مع أبوه في المزرعة بتاعتهم، وإنه بيحب القراية جدا وياما قرأ في كتب التاريخ، وكمان عنده هواية الكتابة، لكن بسبب شغله مع أبوه بطل يكتب خالص. وبتكون سيدي مستغربة ازاي شاب في سنه يكون لسه ما سافرش بره البلد، وكمان بتستغرب انه لسه عايش مع ابوه وامه لحد دلوقتي، لكن شكله انسان طيب. وبيكون قدامهم في الشارع سلم عالي جدا وبيقرروا يتسابقوا مين اللي هيطلع السلم ده الاول. كول بيطلع بخاخة التنفس بتاعته وبياخد جرعته عشان ما يتخنقش، وبيديها لسيدي تحطها في شنطتها، وبعدين بيتسابقوا في طلوع السلم وسيدي بتكسب طبعا، وبيقضوا يوم لطيف جدا مع بعض وكله لعب وضحك مع بعض. وبعدين بيروحوا الاتنين بالليل مالها ليلي وبيشربوا وبيسكروا لحد الصبح، والصبح بيروحوا بيت سيدي وبيحصل بينهم علاقة وبيكونوا مبسوطين جدا، لدرجة ان كول بيحس ان سيدي هي فتاة احلامه اللي مستنيها من زمان. وبيروح كول بعدها لبيت اهله وبيحكي لهم عن سيدي اللي اتعرف عليها، واهله بيفرحوا جدا. وبيقضي كول كام يوم مع ابوه في المزرعة عشان يساعده. في خلال الايام دي بيتكلم سيدي كل يوم وهي مش بترد، فبيفضل يبعت لها رسائل باستمرار لانه قلقان عليها، لكن برضه هي مش بترد. فبيفتكر كول انه كان ناسي البخاخة بتاعته مع سيدي، وكان حاطط فيها شريحة تتبع مربوطة بتليفونه. فبيفتح تليفونه وبيشوف سيدي فين، لان البخاخ بيكون في شنطتها. فبيتفاجئ ان سيدي مسافرة لندن، فبيقرر يسافر وراها لندن، وبيفضل ماشي ورا الشريحة لحد ما يلاقيها موصلة عند جسر لندن، والمفروض ان التتبع وصلوا المكان ده، يعني سيدي موجودة في المكان ده. وبيلاقي فجأة رجالة اتلموا عليه وبيخدروا وبيغموا عليه وبيسفروا على باكستان. وبيفوق كول في باكستان وبيلاقي نفسه متكتف جوه كهف وحواليه أحواض إزاز. أحواض الإزاز بتكون مليانة أنواع مختلفة من الحشرات القاتلة. وبيكون قدامه واحد اسمه بوري، وده واحد من رجالة ليفيك. وليفيك ده عميل مخابرات سابق وحاليا شغال في تجارة السلاح والاغتيالات السياسية، وبيكون هو صاحب الكهف ده في باكستان. وبيكون ليفيك سارق سلاح بيولوجي خطير جدا وعاوز يبيعه، والسلاح ده بيكون متسمي على اسم حضارة الإزدك في أمريكا، لكن السلاح عشان يتفعل محتاج شفرة معينة، وبدون الشفرة دي السلاح مش هيكون ليه أي لازمة. وليفيك بيكون عارف إن الشفرة دي بتكون مع شخص اسمه رجل الضرايب، وليفيك بيكون مش عارف شكل ولا أي حد يعرف شكل الراجل ده، وكل معلوماتهم عنه إنه عميل سري. والمفروض ان ليفيك كان واخد ميعاد مع راجل الضرايب عشان يقابله عند جسر لندن، في نفس المكان اللي رجاله ليفيك خطفوا فيه كول، وكانوا مفكرينه راجل الضرايب اللي معاه الشفره. وبيكون كول مربوط وقدامه جوري وبيحاول يعرف منه شفره السلاح ايه، وكول بيكون مش فاهم اي حاجه او بيتكلم عن ايه، وبيحاول يشرح له انه مواطن امريكي عادي وبيشتغل مزارع مش بتاع ضرايب ولا فاهم فيه ايه، ولسه هيعذبه بنوع من انواع الحشرات القاتله الموجوده في الكهف. بتطلع سيدي وتقتحم الكهف وتقتل جوري، وبتفك كول وتديله مسدس عشان يدافع عن نفسه، وبتاخده عشان يهربوا من الكهف بسرعه. وطبعا بيكون كول مش فاهم ايه اللي بيحصل وبيفضلوا يتكلموا ويهربوا. وبيعرف كول انها عميلة سرية في المخابرات الامريكية، وانها جت باكستان مخصوص عشان تنقذه. وبتكون سيدي متضايقة جدا انه سافر وراها لندن، لان هي ما عندهاش عواطف زيه وما اتعلقتش بيه زي ما حصل معاه. وبيكون هو مخنوق منها لانها خبت عليه حقيقتها. وبيخرج الاتنين من الكهف، فبيلاقوا رجالة ليفيك بيطاردوهم وبيجروا وراهم بالعربيات، فبينطوا من فوق الوادي وبيلاقوا باص، فبينزلوا الناس اللي فيه
وبتسرقه وبتسوقه هي وسط طريق صعب، ورجالة ليفك بيطاردوهم، لكن بعد مطاردة طويلة بتقدر تتخلص منهم وبيوصلوا بالباص لمكان في الصحراء وبينزلوا يركبوا تاكسي. وبتقول سيدي الكول إن هي رجل الضرايب، وإن أصلا ما كانش حد يعرف السر ده غيره. وبتكون سيدي عاوزة تروح لشخص اسمه ماركو، وده بيكون شخص موجود في باكستان، وبتكون عاوزة تروح له عشان تسيب كول معاه ويرجعه لأمريكا. وبتكون عاوزة تروح له عشان تسيب كول معاه عشان يرجعه أمريكا، لأن في الوقت ده خلاص أصبح في خطر بعد ما رجالة ليفك عرفوا إن هو رجل الضرايب. وفي الوقت ده ليفك بيوصل للكهف بتاعه في باكستان، فبيلاقي جوري مقتول هو ورجالته، فبيتضايق جدا ليفك لأن كمان كول هرب منه وهو مفكر إنه رجل الضرايب. وبيطلب من تايجر المساعد بتاعه يبعت صورة كول لكل القتلة المحترفين، واللي هيعرف يقبض على كول ويجيبه هيديله مكافأة $1,000,000. وطبعا تايجر بيسمع وبينفذ. وبيوصل سيدي وكول في الوقت ده لسوق شعبي في باكستان، وبيقابلوا ماركو، وده اللي بيساعد سيدي في مهمتها في باكستان، وعنده علم بسلاح الإزدك اللي ليفينج عاوز يبيعه. وبتقول سيدي إنها هتحاول توصل للسلاح ده قبل ما يوصل للشفرة ويبيعه، وبتدي لماركو فلوس وبتقول له صفر كل أمريكا، وبتسلم سيدي عليهم وتسيبهم وتمشي. ولكنها بترجع لهم تاني على طول، لأن واحد من القتلة المأجورين بيكون معاه صورة الكول وبيكون وصل لهم، وبيكون اسمه سام، وبيهددهم سام بالمسدس بتاعه عشان يمشوا معاه بهدوء ويركبوا عربيتهم معاه. وفي الطريق بيقابلهم واحد تاني من القتلة المأجورين، وبيكون شخص ياباني وبيضرب نار على سام وبيصيبه كول، وبياخد كول وسيدي على عربيته وبيركب معاهم. فبيلاقوا قاتل تالت مستخبي جوه العربية وبيقتل الياباني، وبيجبر سيدي بسلاح عشان تسوق لحد عربيته، وبيلزق قرص معدني في رقبتهم هما الاتنين، وبيكون معاه خاتم. الخاتم ده أول ما بيتلف بيخلي الأقراص دي تطلع صاعقة كهربية، وبكده بيضمن إن سيدي وكول مش هيقدروا يهربوا منه وإلا هيكهربهم. وبيوصلوا عند عربيته فبينزلوا يمشوا، فبيجي سام القاتل الأولاني وبيخبط القاتل التالت بعربيته وبيموته. وبينزل سام من عربيته عشان يمسك كول تاني، لكنه بيقع ميت لأنه مصاب من الأول. وبتاخد سيدي الخاتم من القاتل اللي كان هيكهربهم، وبتحتفظ بيه هو والقرصين المعدن. وبعدها سيدي بتاخد كول في العربية وبتكون عاوزة توديه المكان أمان بعد اللي حصل لهم، خصوصا إن كول ملهوش أي ذنب في اللي بيحصل ده. وبيعرف كول إن سيدي كان ليها زميلة اسمها إلينا. إلينا دي كانت عميلة في المخابرات الأمريكية، لكنها خانتهم وخانت بلدها وخدت الشفرة وكانت عاوزة تبيعها لليفك. فلما سيدي كشفتها إلينا دمرت الشفرة دي، وقالت له إن الشفرة دي عبارة عن الجينوم للكائن الحي، والجينوم ده هو عبارة عن التسلسل الجيني لأي كائن حي، لكن هما مش عارفين لسه نوع الكائن الحي ده إيه. ولو عرفوا نوعه فده هيسهل عليهم يعرفوا الرقم الجيني، ويبقى هو ده رقم الشفرة بتاع السلاح. لكن الوحيد اللي كان يعرف السر هو إلينا، وأما ماتت السر مات معاه. لكن سيدي قررت تغير الخطة، وبدل ما تودي كل مكان آمن تاخده تسلمه لليفك، بما إنه مفكر إنه كول هو رجل الضرايب. وتاخد ساعتها سيدي المكافأة كأنها واحدة من القتلة اللي بعتت لهم صورة كول. وفعلا سيدي بتضرب كول وبيغمى عليه وبتكتفه، وبتاخده سيدي في العربية متكتف، وبتروح تقابل ليفك في المطار وبتسلمه كول وبتطلب المكافأة بتاعتها. وبيتم ده فعلا، لكن ليفك بيصمم يدفع لها الفلوس بعد ما يتأكد الأول من الشفرة. وبيخلي تايجر يركبه معاه في طيارة خاصة ومعاه شنطة السلاح البيولوجي، وكمان بيجربوا الشفرة وهم في الجو. وبتركب سيدي الطيارة هي وكول مع تايجر، وبيسألهم عن الشفرة، بيكون عاوز ينجز ويقول على طول، لكن طبعا كول مش بيكون عارف ايه هي. واما بيفتش في تليفون كول بيلاقي صورة ليه هو وسيدي على السرير لما كانوا مع بعض في البيت عندها. فبيتضايق جدا تايجر لانه بيكتشف انهم يحبوا بعض وبيضحكوا عليه. وحكاية انها قاتلة مأجورة دي بتتكشف، وبيهددها ورجالته بالسلاح، فبتقول له ان الشفرة معها هي، وبتديله القرصين المعدن. فبيمسكهم تايجر بايده، فبتلف سيدي الخاتم فبيتكهرب تايجر وبيغمى عليه. وبتشتبك سيدي هي وكول مع رجالة تايجر وبيفضلوا يضربوا في بعض، وبتتصاب سيدي في بطنها. وبتكون عاوزة كول يسيبها وياخد شنطة السلاح وينط بالباراشوت من الطيارة، لكن كول بيرفض انه يتخلى عنها، وبياخد الشنطة والسلاح في ايده وبياخد سيدي في حضنه وبينط من الطيارة. وبيفتح كول الباراشوت في الجو، وبينزل هو وسيدي على جزيرة في بحر العرب بسلام.
وبتفضل سيدي تعبانة ومغمى عليها كذا يوم، وبيكون كول طول الفترة دي قاعد يخدمها ويطمن عليها وبيعمل لها خلطة أعشاب ويدهنها لها على الجرح. وخلطة الأعشاب دي بتدي نفس مفعول المضاد الحيوي والمسكن، وبيحول الباراشوت الخيمة عشان تنام فيها سيدي. وبعد فترة بتفوق سيدي وبتلاقي كول جنبها وعمل كل ده عشانها، وبتفرح جدا وبتحس انه انسان جميل وانه ضحى بكل حاجة عشانها. وبنرجع تاني لتايجر اللي بيتصل بليفيك وبيبلغه ان سيدي وكول سرقوا السلاح. فبيتعصب ليفيك جدا وبيقول له اتصرف ورجع السلاح بأي طريقة، ومعاه رجل الضرايب ولازم يكون حي وإلا هيقتله بنفسه بسبب غلطته دي. وطبعا تايجر بينفذ الأوامر وبيبدأ يدور على كول، وبيشوف مكان نزول الباراشوت لأنه كان بيكون معلق فيه جهاز تعقب، وبياخد رجالته ويسافروا على الجزيرة عشان يرجعوا السلاح. عرفوا يرجعوا كول ويقتلوا سيدي عشان هي اللي بوظت لهم خطتهم. وفي نفس الوقت ده المخابرات الأمريكية بتكون تعقبت تليفون سيدي وبيعرفوا مكانها، وبيقرروا يبعتوا لها قارب من قوارب القوات البحرية عشان ينقذوها. وبعدها بيوصل تايجر ورجالته على الجزيرة وبيضربوا نار على كول والسيتي لكنهم بيستخبوا. فبيستغل تايجر الفرصة وبيهرب هو ورجالته وبياخد الشنطة بتاع السلاح. وده كله أول ما بيشوفوا القوات البحرية وصلت. وبتوصل القوات البحرية وبتاخد سيدي وكول معهم وترجعهم أمريكا، وبيودوهم مقر المخابرات الأمريكية. وبيكون في عميل اسمه جاكسون بيحقق معاهم، بيحط لهم جهاز كشف الكذب لأنه بيكون شاكك فيهم، وبيشك إن سيدي خانتهم ورجعت السلاح تاني ليفيك بعد ما أخدته زي ما عملت إلينا، وإن معاها الشفرة ومخبياها عليهم. لكن سيدي وكول بيأكدوا إن تايجر هو اللي سرق الجهاز، وبيتأكد جاكسون فعلا إنهم مش بيكذبوا، لكن جاكسون بيكون لسه شاكك في سيدي. فبياخد كول وبيدخل بيه أوضة بعيد عن سيدي وبيقول له إنه ما ينفعش يكون حبيبها لأنها عميلة مخابرات وحياتها كلها مطاردات وقتل، وبيوريله صور لناس قتلتهم سيدي. فبيلاحظ كول صورة فيها قصرية مزروع فيها نبات الإزدك، وبيقول إن نبات الإزدك ده نبات شعب الإزدك كان مشهور بيه. وبيعرف كول إن النبتة دي كانت في شقة إلينا وقت ما سيدي راحت لها وقتلتها. فبيأكد لهم إن رقم التسلسل الجيني للنبتة دي هو رقم الشفرة بتاع السلاح. وبتفكر سيدي في خطة وبتعرضها على مديرها، والخطة هي إنهم يبعتوا لليفيك جزء من الشفرة اللي عرفوها على أساس إن راجل الضرايب بعتها له عشان ليفيك يتأكد إن الشفرة صح عشان يرضى يقابله ويشتريها منه، لأنه مش هيثق إن الشفرة مع حد غير راجل الضرايب. ووقتها أول ما تتم المقابلة هيقدروا يعملوا كمين ويقبضوا على ليفيك ويمسكوه متلبس. وفعلا مديرة سيدي بتعجبها الخطة وبيطلبوا من كول إنه ينفذ الخطة المرة دي ويكمل المهمة للآخر ويقنع ليفيك إنه رجل الضرايب، وساعتها هيقدروا يقبضوا عليه. لكن كول بيرفض وبيقول لهم إنه مش هيقبل يضحي بحياته عشان حاجة ملوش فيها. لكن جاكسون بيقول له إن ليفينج مش هيقتنع إنه مش في الموضوع وإنه مش هيسيبه، واحتمال كمان يقتل أبوه وأمه وأهله كلهم، فلازم يقبضوا عليه عشان الكل يكون في أمان. فكول بيوافق في اللحظة دي عشان خاطر محدش يأذي أهله. وبتعجب سيدي في اللحظة دي بكول وبتحس إنها غلطت فيه فعلا، وبيبعتوا ليفيك جزء من الشفرة في الوقت ده وبيدخلها وبتطلع فعلا صح. فبيثق ليفيك في الحوار وبيوافق يقابل راجل الضرايب، وبيحددوا ميعاد المقابلة في الفندق وبيجهزوا كل المهمة في الميعاد. وبيروح كول الفندق في الميعاد وبيكون قاعد في قاعة دوارة بتلف عن طريق مكنة بتروس، وبيكون عملاء المخابرات متابعين الموضوع ده، وبيكون عملاء المخابرات متابعين كول عن طريق جهاز اللاسلكي، وبيكون جهاز زارعينه ومخبينه عشان يعرفوا يأمنوه ويتابعوه خطوة بخطوة. لكن تايجر بيعرف مكان العربية العمليات اللي جاكسون والعملاء بيتابعوا منها المهمة، فبيروح يخلص عليهم ويقتلهم. فبيلاقي كول نفسه في المهمة لوحده وبيكون قدامه خيارين، انه يمشي وينقذ حياته وما يكملش المهمة او انه يكمل. لكن بيقرر كول انه يكمل المهمة لوحده ويوصل لليفينج. وبيوصل ليفينج واتاوي اللي هيشتري السلاح لكول وبيسألوه عن الشفرة، وبيفضل كول يطول معاهم في الكلام عشان يكسب وقت. فبيتعصب اتاوي على كول عشان بيكون وصل سيدي في اللحظة دي وبتقعد معاهم تاوي ان الشفرة دي معاها هي وبس، وانها بتشرط عليه انه يحول لها 10 مليون دولار على حسابها. وفعلا اتاوي بيصدق سيدي وبيفتح لسيدي الشنطة وبيخرج منها السلاح، واتاوي بيحول لسيدي الفلوس. وبيتغاظ ليفيك جدا من سيدي وبيكون عاوز يقتلها بعد ما ضيعت عليه الصفقة. فسيدي بتهدد ليفيك ان هو هيتقتل دلوقتي لانها سربت صورته لكل القتلة المحترفين،
وعرضت 10 مليون دولار لأي شخص هيقتله. وفجأة كل اللي في القاعة بيضربوا رصاص على بعض، وفي وسط الزحمة دي سيدي بتسرق السلاح، لكن ليفينك بياخد منها السلاح بعد ما بيضربها وبيقتل أتاوي. وفي الوقت ده بيكون كول بيتضارب مع تايجر في الغرفة اللي فيها وحدة التحكم في الدوران، فبيخبطوا في دراع السرعة بالغلط وهما بيتخانقوا، والمبنى بيلف بسرعة. فسيدي وليفينج بيكونوا ساندين على الإزاز في المبنى، وسيدي عاوزة توصل للسلاح وتاخده بس مش عارفة بسبب السرعة. وفي الوقت ده كول بيقتل تايجر عن طريق انه بيسحبه وبيدخل راسه في الترس بتاع المكنة، وبيرجع كول لسيدي وبيفضل جنبها عشان ينقذها. وسيدي بتضرب النار على نجفة متعلقة في السقف فوق راس ليفيك، فبتقع فوق النجفة، وبسببها بيتكسر الإزاز بتاع المبنى وبتاخده وبتقع بيه في الشارع وبيموت. وبتكون كده المهمة انتهت بنجاح، عشان بتفهم أهله إنها خبيرة لوحات فنية، لأنها ما ينفعش تفهمهم إنها شغالة في المخابرات. وكمان بعد ما بتتجوز هي وكول، وكمان بعد ما بيتجوزوا بيبدأ كول يساعدها في شغلها، وبيبدأ يخطف معاها الجواسيس وينفذ معاها كل مهمتها. وبكده بيخلص الفيلم. يا رب يكون الفيلم عجبكم.